مصر بتغتصب، وأنا أندهش لهذه اللهجة الجديدة في الإعلام من تصريحات بعض الذين كانوا يقولون مصر أولا، وبعض الذين كانوا يقولون من قام بالثورة شباب مصر والتف حولهم الشعب. النهاردة بيقول لك لا، ما فيش حد قام بالثورة. هو في حاجة بتتم في الكون إلا بإرادة ربنا؟ لا، كل حاجة بتتم بإرادة ربنا، ده شيء طبيعي. بس أنا عملت مسرحية عظيمة، حاجة أقول لك ربنا اللي عملها؟ ما هو ربنا فوق كل شيء مش كده؟ بس أنا اللي عملت المسرحية، بس ربنا سببني، وضعني سبب أن أصنع هذه المسرحية. مسرحية فاسدة أو مسرحية كويسة، بس أنا هتحاسب عليها. ولكن لما أطلع أقول ما حدش قام بالثورة، دي الثورة اللي قام بيها ربنا، هذه رسالة في منتهى الخطورة، وتسرق الثورة من الشباب. نمرة 2، معلش والنبي يا أستاذ محمد، عايز تكمل؟ نص دقيقة. اتفضل. لما يتقال أن هناك ثورة قادمة وسيقدم فيها شهداء، لا في هذه اللهجة، ده مش اغتصاب لمصر، ده ذبح مصر، ذبح مصر. لا، في شيء مهين في هذه المسألة. مين اللي بيقول، او حضرتك ليه مش بتحدد مين؟ تقول لي لا. من يقول ان الثورة ملهاش اب او ملهاش قيادة؟ انا هقول لك، يعني بعض التيارات الاسلامية طلعت في التلفزيون وقالت رموز قالت ده. في متحدث رسمي للاخوان المسلمين انا شايف انه قال كلام، انا في كل حواراتي مصر اقول ان في الاخوان وفي السلفيين عقول جبارة محترمة، وعقول نحتاجها في هذا المجتمع، نحتاجها بجد. ولكن هناك ما يسيء هذه الأصوات ويسيء هذه الوجوه. ما ينفعش أتصور صورة قاتمة. في تيارين دلوقتي متصارعين في المجتمع، بقى في إسلاميين، تيار إسلامي وتيار ليبرالي. لو الليبراليين حكموا، التيار الإسلامي سيكون في ميدان التحرير كل يوم. لو الإسلاميين حكموا، فالتيار الليبرالي سيكون في ميدان التحرير كل يوم. عليك أن تتخيل هذه الصورة. ميدان التحرير ليه مش هيبقى فيه برلمان يعرضوا بعض فيه زي أي سمة من سمات المجتمعات المتحضرة؟ مين اللي هيحكم ده؟ قانون؟ قانون لو حكم بما يريده الناس في الشارع سيقولون أنه قضاء عادل ومحترم، وعندما يحكم بالعدل بما لا يريده الشارع سيقال أنه قضاء فاسد. هقف عند الجملة دي أستاذ صبحي، اعذرني، جملة فيها كلام محتاج تفسير كتير قوي، والأستاذ صبحي بيقول كلام مهم قوي. خلينا ناخد فاصل.